في البداية نبدأ بالصلاة على النبي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. اسمع يا سيدي، يا بخت من كان ولا بخت من درى. في يوم من الأيام وفي قلب مدينة كبيرة وجميلة اسمها كايروكاتس، مدينة القطط اللي كلها ألوان وناس رايحة وجاية وعربيات طايرة في السماء، كان في بنك ضخم كده اسمه بنك الذهب والسمك. البنك ده كان ليه سمعة تقول إنه مفيش أي قطة تقدر تقرب منه، ولا أي مجرم يقدر يشم ريحة الذهب والسمك اللي جواه. كان حصن منيع بجد، بس إيه، لكل قاعدة شواذ ولكل حائط سد ولكل بنك حرامي. في يوم من الأيام يا سيدي، في ليلة حالكة الضلمة، كانت في عصابة كده اسمهم الفرو الأسود بقيادة زعيمهم اللي اسمه فيكس. ده قط مش عادي أبدا، ده داهية دماغه توزن بلد، ولابس بدلة شيك كده تخلي أي قطة تتجنن. معاه في العصابة بتاعته كانت كلوي، دي بقى القطة الراقصة اللي بتعرف تتسلل وتتنطط في أي مكان زي الأكروبات. ومعاهم باستر، ده بقى العضلات، قط ضخم كده بس قلبه طيب بالنسبة للعصابة طبعا، بيعرف يكسر أي حاجة قدامه من غير ما يرفله جفن. العصابة دي يا سيدي كانوا قاعدين في مخبأهم السري اللي كله شاشات كمبيوتر بتنور وتطفي، وفيكس بيشرح لهم خطة السرقة بتاعت بنك الذهب والسمك. خطة متفصلة على الشعرة، كلها هاكينج وتسلل وحركات محدش يتوقعها. فيكس كان واثق في نفسه قوي ويقولهم الأنظمة الأمنية دي كلها لعب عيال بالنسبة لي، هندخل زي الشعرة من العجينة. وفعلا يا سيدي، في عز الليل العصابة دي اتسللت للبنك وكل واحد عارف مهمته. فيكس قعد يهكر في الأنظمة من بعد، والكاميرات كلها طفت والإنذارات سكتت. كلوي كانت بتتحرك جوه البنك زي الهواء، بتعدي من ليزر ومن حساسات من غير ما حد يحس بيها. وباستر كان بيفتح الأبواب الحديدية الضخمة بإيديه وكأنها علب كبريت. كان المنظر ده يشرح القلب لو كنت من العصابة طبعا. بس في نفس الوقت يا سيدي، كان في مفوض شرطة كبير كده اسمه المفوض جروي، قط عجوز ومحنك، جاله بلاغ إنذار خفيف كده، حس إن في حاجة غلط وقلبه انقبض. عارف يا سيدي إن الموضوع ده كبير ومش عادي، وراح متصل بحد مخصوص. كابتن مياو يا سيدي، والله كابتن مياو ده بطل المدينة بتاعنا، قط أبيض وسيم، عيونه زرقاء بتلمع زي النجوم، بيتحرك بسرعة البرق وبيقفز قفزات خرافية. كابتن مياو ده يا سيدي كان في مخبأه السري، وفجأة جهاز صغير كده على إيده نور، عارف إن في كارثة. لبس الكاب بتاعه وغمز بعينه وقال في سره: واجبي بيناديني. وفي لمح البصر كابتن مياو وصل البنك ولحق العصابة وهم جوه الخزنة الرئيسية. يا لهوي يا سيدي على المنظر، كانوا بيلموا أكوام من سمك الذهب اللي بيلمع، وعلب تونة فخمة، ولعب قطط غالية قوي. فيكس كان بيضحك ضحكة المنتصر، بس أول ما شاف كابتن مياو نزل عليهم زي الصاعقة، الضحكة اختفت. كابتن مياو ده بقى يا سيدي، أول ما نزل عليهم الكاب بتاعه كان بيتحرك كده في الهواء بشكل بطل. فيكس حاول يرمي عليه جهاز يشوش عليه، وكلوي حاولت ترقصه بضربة رجل سريعة، وبستر هجم عليه بكل قوته. بس كابتن مياو ده غير أي حد، بيتحرك زي الصاروخ، يتفادى أي حاجة وينط نطة توديه في مكان تاني خالص. بيعمل حركات تخلي الواحد يتفرج عليه يقول: يخرب بيت جمالك يا كابتن مياو. هربت العصابة يا سيدي، بس معهم شوية حاجات صغيرة من الذهب، وطبعا كابتن مياو لحقهم، وبدأت يا سيدي أكبر مطاردة في تاريخ كايروكاتس. العصابة في عربيتهم اللي شكلها زي السمكة، وعربيات البوليس اللي سواقينها قطط ضباط وراهم، وكابتن مياو ده طاير فوق أسطح المباني، بيقفز من سطح لسطح وكأنها ماشية على الأرض. منظر الأكشن ده يا سيدي كان يخلي الواحد يتشد كده ويقول يا سلام. العصابة كانوا أذكياء، بيرموا الإشارات والزيت على الأرض عشان البوليس ما يعرفش يلحقهم. بس كابتن مياو كان أذكى وأسرع. المطاردة دي يا سيدي فضلت شغالة لحد ما العصابة اتحاصرت على سطح مخزن مهجور. فيكس حاول يلعب آخر ورقة ويشغل جهاز كده عشان يعطل كابتن مياو، بس بطلنا ده بقى بيستخدم ذكاؤه وقوته الخارقة، وراح خطف الجهاز من فيكس في حركة سريعة جدا. وبعدين كلوي حاولت تهاجمه، راح نط من فوقيها. وباستر هجم بكل قوته، راح كابتن مياو استخدم قوة باستر ضده، وراح موقعه في براميل فاضية كده بشكل كوميدي. وأخيراً يا سيدي، بعد تعب ومجهود، كابتن مياو حاصر فيكس ونور البوليس ظهر. المفوض جروي وصل بنفسه وهو بينهج وقالهم: خلصت، انتوا محاصرين.
العصابة كلها استسلمت وفيكس كان وشه في الأرض. والصبح لما طلع كل الذهب اللي اتسرق رجع البنك. والمفوض جروي كان بيتكلم مع الصحفيين بفخر ويقولهم إن الشرطة قدرت تمسك العصابة بمساعدة صديق غامض كده. وطبعا كان بيغمز بعينه. وكابتن مياو بتاعنا بقى يا سيدي بعدما خلص مهمته اختفى زي ما جه في لمح البصر، بيقفز على أسطح المباني وبيغيب في شمس الصباح وسايب وراه مدينة كايروكاتس كلها في أمان. فما تنساش يا سيدي إن دايما فيه بطل بيظهر وقت اللزوم ومخالبه دايما بتنور طريق العدالة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ادعمونا علشان نستمر.